ازيكم يا اخواتي واحلى ناس في الدنيا، يا رب تكونوا بخير دايما. طبعا كالعاده رجعنا لكم النهارده بفيديو جديد. فيديو النهارده مختلف شويه عن الفيديوهات اللي فاتت. فيديو النهارده هتكون حاجه مهمه جدا، الا وهي طريقه تفعيل شات جي بي تي بلس مجانا، بناء على التصويتات اللي كنت منزلها على قناتي على التليجرام. بمناسبه ان قناتنا على اليوتيوب خلاص وصلت 5000 مشترك، اغلب الناس اختارت طريقة تفعيل شات جي بي تي بلس مجانا، وفي ناس اختارت تطبيق توليد كروت شحن مجانا. طيب ان شاء الله هنزل لكم الاتنين باذن الله، ولكن احنا النهارده هنعرف ازاي طريقة تفعيل شات جي بي تي بلس مجانا بدون اي رسوم. بس قبل ما نبدأ في الفيديو، انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس، متنساش اللايك وتعالى حلو منك كده. تعالى ننتقل لشرح النهاردة. بمناسبة التطبيقات، فلينك التطبيقات بيكون موجود في أول تعليق، وطريقة التحميل موجودة في الوصف. تمام. طيب نطلع كده. احنا ان شاء الله النهاردة هيكون معانا التلات برامج دول: شات جي بي تي، وهيكون معانا شات جي بي تي جولد، ده التطبيق اللي انا عامله، وهيكون معانا في بي ان. الفي بي ان ممكن نحتاجه وممكن لا. تمام. اول حاجة نخش على شات جي بي تي، وزي ما احنا شايفين ده الحساب بتاعي العادي. زي ما انت شايف ظاهر فوق هنا احصل على بلس. لو دوست عليها كده هيقول لي على الترقية الى بلس، وهدفع كام؟ 700 جنيه في الشهر، والكلام من ده كله. طيب الامكانيات دي كلها احنا هنفعلها بس مجاني. هنشوف دلوقتي ازاي هنفعلها. طيب هنرجع كده، هنرجع ونروح داخلين على تطبيق شات جي بي تي جولد. ثواني هعمله مسح بيانات علشان نبدأ معاك من الأول خالص. هنروح داخلين عليه، وهيفتح معاك بالواجهة دي، يقول لك يجب عليك الاشتراك في قناة اليوتيوب عشان تشتغل معاك. هدوس على كلمة نعم. هيحولك لقناتي على اليوتيوب زي ما انت شايف، عشان بس كنت فاتح اليوتيوب بالعرضي، فزي ما انت شايف اهو هيحولك لقناتي على اليوتيوب. هترجع كده، هيدخلك تاني في التطبيق، وهندوس على ايميل، وهنسجل بالايميل بتاعنا، وهنسجل بالباسورد، اي باسورد عادي. وهندوس على كلمة لوج ان. يقول لك تم انشاء الحساب. هيستنى لحد ما يحمل وهيفتح معاك بالواجهة دي. هنا بكل بساطة فوق هنا كده دي بيانات حسابك، هتلاقيها موجودة هنا اللي انت سجلت بيها. طيب هتلاقي هنا موجودة عندنا فوق هنا، عندك سيج ان، وعندك هنا ريجسترور او تسجيل الدخول. طبعا انت اول مرة فهتكتب هنا النيم بتاعك. انا هكتب مثلا النيم، ثواني، هكتب مثلا النيم اهو. الايميل نكتب مثلا اي ايميل يكون مش مسجل بيه قبل كده، فانا هكتب ايميل، اي ايميل بقى تكتبه هنا كده، وهتكتب @gmail.com. تمام. طبعا عشان مسجل فانا الايميل ده مسجل بيه. طيب بالنسبة لرقم الواتساب، فانت مثلا بدل ما تكتب زائد 20 10 مثلا 0 10 كذا، لأ هتمسح زائد 20 دي، وهتكتب من أول 10 9 8 9 7 4 7 3 4، ده رقمي. والباسورد هتكتب الباسورد أي حاجة، وهدوس على كلمة ريجستري. طيب أنا عشان مسجل فهسجل على طول من هنا من عند سجن نيو أهو. ادي الايميل كتبناه، وادي الباسورد، وهندوس على سيج ان. هيفتح معاك بالواجهة دي. اول حاجة هيقول لك كليك هير تو اكتيف شات جي بي تي بلس، وكليك هير تو اكتيف كانفا برو. طيب احنا النهارده نعرف ازاي نفعل شات جي بي تي بلس. هندوس على شات جي بي تي بلس، هنلاقيه فتح معانا بالواجهة دي. طيب هنروح عاملين ايه؟ هنروح على طالعين كده، هنروح دايسين على النسخ ده بتاع الايميل، وننسخ الباسورد. هنروح دايسين نسخ، هيقول لك تم النسخ. ثواني نطلع دي فوق، هندوس على حسنا وننسخ الباسورد. تمام. وهنروح طالعين وداخلين على شات جي بي تي، هندوس على تسجيل خروج من الحساب ده، وهندوس على كلمة تسجيل دخول.
لازم تتأكد ان الايميل والباسورد اللي انت اخدتهم نفس اللي موجودين في قلب الموقع. هندوس هنا نكتب الايميل اللي احنا خدناه نسخ اهو، هندوس على متابعة، وادي الباسورد. طيب هيقولك لك الحدث خطأ، هتروح عامل ايه؟ هتروح طالع وداخل على الفي بي ان، هتروح دايس على اتصال وتشغل الفي بي ان، هيشتغل معاك بدون اي مشاكل متصل. هترجع تاني هتدوس على عقد المحاولة وتسجل دخول من تاني، هتلاقيه يشتغل معاك بدون اي مشاكل. خلي دي ترجمة، ننجل الترجمة وندوس على كونتينيو. طيب بيقولك ان الاكونت مش موجود. طيب نرجع نتأكد من الاكونت بتاعنا، هندوس على سيج ان ونسجل اكونت من تاني. دوت كوم، ماشي. نرجع كده، وادي الباسورد. ليس لديك حساب لأنه تم حذف أو إلغاء تنشيط، فنروح في مشكلة، نطلع كده ونخش تاني، ندوس على تسجيل الدخول. طيب هو ممكن يفتح معاك بدون المشاكل دي كلها وبدون أي مشاكل، ولكن الموقع بيكون عليه ضغط بس، فعشان كده الإيميلات دي بتلاقي أغلبها مستخدم. هندوس على يكمل، وادي الباسورد. ادي إشارة تسجيل الدخول. هتلاقيه يسجل معاك بدون أي مشاكل. طيب كلمة احصل على بلس لسه موجودة، فمعناه إن الحساب متفعلش. طيب هو ممكن يطلب منك رمز تحقق. طب رمز التحقق ده تجيبه منين؟ هتخش هنا كده وهتلاقي رمز التحقق موجود اهو. طب لو مطلبش رمز التحقق هتلاقيه شغال معاك على طول. طيب كلمة احصل على بلس موجودة، هعمل ايه؟ طيب هتروح دايس على التلات شرط اللي فوق دول، تمام، وهتروح دايس على كلمة شخصي اللي هي تحت دي، وهندوس على هنا كده على الملف الشخصي هنا أو هنا كده على التلات نقط دول، وهنختار اللي هي أقزام دوت كوم اللي هو فريق شات جي بي تي. طيب زي ما انت شايف عندك كلمة بلس اختفت، وعندك متفاعل معاك الخدمات اللي هي التواصل على نصايح وده كله متفاعل معاك. وكمان بل عندك هنا تدوس على التلات نقط دول هتلاقي شات جي بي تي اللي هو او 3 و 4 ماين و 4 ماين هايت وشات جي بي تي. كل النسخ اللي كنت محتاجها بالبلس موجودة مجانا. انت عارف ان الفيديو طويل ورخم شوية، ولكن هي الطريقة تكاد تكون سهلة. طيب لو انا الطريقة مشتغلتش معايا هتروح عامل ايه؟ هتروح عامل كده داخل في التطبيق ده، وهتروح محدث الموقع او تخرج وتخش تاني منه. وبس ده كان شرح المحاضرة بتاع النهاردة، واستنونا في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.